حضراتكم عاملين فيديو جديد مع بعض، فيديوهات ازاي تشطب شقتك، ونتكلم عن نقطة مهمة وحاجة لذيذة كده. يعني الواحد دايما نفسه بيعمل ابجريد، ومن كتر الشغل بيبدأ يشوف ايه الأحسن ويطور. فالكلام على نعمل المحارة الأول ولا نعمل تأسيس سباكة وكهرباء في الحمامات الأول. فالموضوع يا جماعة باختصار، احنا الأول كنا زي ما انتم شايفين على الطوب، ونبدأ نعمل بؤج أوتار، ونبدأ نحط الخيط بتاعنا، ونبدأ نسيب الراجل يأسس. وبعد كده بعد ما يأسس يجي بتاع المحارة فبعد فترة اكتشفنا ان الموضوع ده مرهق جدا، لان بعد ما الراجل بيخلص بتاع السباكة او بتاع الكهرباء يجي بتاع المحارة، فالشغل لا ده يا باشمهندس ده الماسورة اتخبطت، يجي المبلط لا يا باشمهندس الماسورة بره، لا مش عارف ايه حصل ايه عمل، لا العلب اتملت مونة، لا. فتجنبا لكل ده فلقينا الانسب، جربنا حاجة انسب ولقيناها بصراحة افيد واحسن. لا هات يا عم بتاع المحارة، تمام، ربع شغلك كله مظبوط، وخلي الحمام بتاعك متربع صح. بعدها هات بقى السباك الكهربائي بالصاروخ، يقطع على قد مواسيره، يقطع على قد الماسوره بتاعته، سواء سباكه سواء كهرباء. يخلي الكوع بتاعه مثلا بارز سنتي على قد يا دوب تخانه البلاطه بالماده. وهات المبلط يجي يقفل شغله، لا ده هيشتكي ولا ده هيشتكي، والشغل هيبقى بسيط، مفيش اي مشكله. ويا رب الدنيا تبقى سهله. وكل ما الواحد بيكتشف حاجه جديده او بيحس ان حاجه احسن، لازم نطور ولازم نشارك حضراتكم الافكار اللي احنا بنوصل لها مع بعض. ان شاء الله فيديو جديد زي شطب شقه. سلام عليكم.